اللي قدامك ده واللي أول ما تشوفه ومن ضحكته هتفتكر إنه خد حكم بالبراءة، لكن ده هو صاحب أبشع مذبحة في كفر الدوار. والصورة اللي قدامكم اتلقطت له لحظة النطق بالحكم عليه بالإعدام، وكأنها مشهد من فيلم رعب. ليلة 5 يناير 2020 محافظة البحيرة، قرية صغيرة في مركز الدوار، بيت دورين وسط الزراعات وعلى أطراف البلد. عربية ربع نقل وقفت قدام البيت في عز الضلمة، نزل منها واحد، قرب وخبط على الباب اكتر من مرة. حسني صاحب البيت فتح له وهو متفاجئ. بعد كلام بسيط دخل الضيف، لكن الصبح الاهالي شافوا دخان طالع من بيت حسني. جروا يطفوا الحريقة وينادوا على الاسرة، محدش رد. دخلوا وكانت الكارثة. اللي شافوه جوه البيت مش مجرد نار، دي كانت مذبحة بمعنى الكلمة. 7 جثث. حسني 39 سنة، امه زينب، مراته رنا، واولاده الاربعة، أكبرهم 15 سنة وأصغرهم 4 سنين. طعنات بالسكين وجثث محروقة. الشرطة وصلت لقت دم بره البيت وآثار كاوتش عربية في الأرض طينية، وكمان المواشي بتاعت البيت اختفت. مين المجرم؟ التحقيقات ما خدتش وقت وطلع هو شريف، جزار من نفس المنطقة، سجله مليان سوابق سرقة، معروف إنه متعاطي مخدرات. قدام النيابة اعترف إنه كان مديون وأزمته المالية خانقاه، فقرر يسرق مواشي حسني. ليلة الجريمة دخل بيته وقال له عليا قضايا وخايف يتقبض عليا، خليني عندك الليل. حسني استقبله، لكن فجأة شريف طلع سكينة وطعن حسني. الأم زينب جريت من أوضتها، طعنها. الزوجة رنا حاولت تصرخ وتجري، لحقها وضربها. دخل وراها أوضة العيال طفل صغير، قال له يا عم شريف ما تقتلناش، احنا ما عملناش حاجة. الرد كان أبشع من الخيال، انتوا كلكم اتحكم عليكم بالإعدام خلاص. قتل الأطفال وولع النار في البيت وساب وراه مجزرة مرعبة. المحاكمة خلصت في شهر. محاميه حاول يثبت إنه مريض نفسي، وأسرته الثرية عرضت 20 مليون جنيه دية لأسرة الضحايا، لكن كله اترفض. وفي جلسة النطق بالحكم شريف كان واقف في قفص الاتهام بيبتسم. الحكم إعدام شنقا، والحكم اتنفذ فعلا. القصة دي مش بس صدمت كفر الدوار، دي بقت من أبشع الجرائم في تاريخ مصر الحديث. لو عجبتك القصة وحابب تسمع الأرعب، تابعني واعمل لايك للفيديو ده.